السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة الكوسة بالبشاميل. طريقة حلوة قوي قوي والولاد كلهم هيحبوا الكوسة بالطريقة ديت. اللي ما بيحبش الكوسة هيحبها. الأول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أميرة ثابت. هنعمل دلوقتي الكوسة بالبشاميل بطريقة سهلة وجميلة، وجربوا الطريقة ديت إن شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة. هنجيب حلة وهنحط فيها السمنة، بتاع معلقتين سمنة كده، وهنحط عليهم شوية زيت. هننزل البصل دوت انا حاطه فيه فلفل اخضر حامي، بيبقى طعمه حلو قوي. انا ولادي ما كانوش بيحبوا الكوسه، بس الكوسه ديت طريقتها حلوه جدا، وفعلا لما بعملها بتخلص على طول. هنعمل دلوقتي، حطينا البصل بالفلفل وهنحط اللحمه المفرومه. هنعصج اللحمه عادي يعني. انا بحب احط البصل الاول، ادبله كده حاجه بسيطه، واروح حاطه اللحمه. هنقلبه لغايه طبعا ما تشرب الميه بتاعتها، وبعدين نحط التوابل. بنحط التوابل في الاخر عشان تبقى ريحتها حلوة يعني، وموجودة في قلب العصاج. ملح وفلفل وبابريكا وجوز الطيب وسبع بهارات. حطيت حبة جوز الطيب زيادة علشان حسيت ان هم قليلين. هنحط دلوقتي معلقتين صلصة ونقلبهم، علشان العصاج بيبقى فيه الصلصة كده، بيبقى طعمه حلو قوي. هنجيب الكوسة بقى ونقعد نكحت فيها كده. هي طبعا كمية الكوسة ما كانتش كتير، لان كنت انا وبنتي بس اللي هناكل الطاجن دوت، فما عملتش كمية كبيرة. كان عندي كيلو الا ربع كوسة كده، فقلت اعملها بالطريقة ديت علشان تتاكل، لانها فعلا بتتاكل بالمعلقة او بتتاكل بعيش، بتبقى حلوة قوي. هنكحت الكوسة كده ونقطعها بعد كده بالعرض. طبعا الكوسة ديت انا غسلاها قبل ما كحتها وبعد ما كحتها. بنقطعها دلوقتي. انا بحب احمر الكوسة، علشان ما بحبش اعملها نية كده، بتسرد مية وتبقى طعمها مش ظريف. فبقطعها بالطريقة ديت، تبقى مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي. نقطعها بالعرض كده. صدقوني لما تعملوا الطريقة ديت هتعجبكم جدا. ممكن تجربوها برضو يعني في كمية بسيطة كده، وإن شاء الله هتعملوها بكمية كبيرة بإذن الله. بنقطع كل كمية كده اهوت، هي بتاع كيلو الا ربع كوسة يعني. هنتبل بقى الكوسة. هنعفرها بالدقيق، بنحط ملح وفلفل وبرضو جوز الطيب والسبع بهارات. بنتبل الدقيق كده علشان تبقى طعمها حلو. طبعا التوابل ملهاش كمية كبيرة يعني، لان حطينا في العصاج وحطينا في الدقيق. هنحط دلوقتي عشان نحمر الكوسة، هنحط زيت ومعلقتين سمنة، بتبقى طعمها حلو جدا. هنحمر الكوسة تحمير تحمير، يعني تبقى مدية لون. انا بحب احمر الكوسة علشان ما تسرطش مية. بنعفر كده الكوسة ونحمرها.
كده الزيت بيسخن على البوتاجاز. بنحمرها تحمير كامل. انا ولادي ما بيحبوش الكوسة قوي، بس في الطريقة ديت فعلا بياكلوها. انا عن نفسي بحب الكوسة في كل حاجة، كوسة في الفرن وكوسة محشية. طبعا بنقلب الكوسة كده اهي، بتاخد لون. هنشيلها بقى ونحطها في قلب حاجة، في صينية، في طبق، لغاية ما تخلص الكمية كلها. هنعمل دلوقتي بقى البشاميل. انا بحب اعمل بشاميل على البارد. يعني كان الاول بنحمر الدقيق وبسمنه وكده، بس لقيتها تقيله قوي. جربت الطريقه ديت، بقيت اعمل البشاميل كله على البارد، بيبقى طعمه حلو جدا. هنحط دلوقتي كوبايتين لبن، بس هحط حبه كمان لان الكوبايتين حاسه ان هما قليلين شويه. لبن حليب عادي. وبعدين هنحط الايه الدقيق دوت معانا. ال البشاميل الجاهز دوت برضو بيدي طعم حلو قوي. حطينا معلقتين، ده ماجي اللي هو البشاميل الجاهز. وهنحط الدقيق دولت بتاع 4 معالق او 5 معالق، بس تحس ان الكمية كبيرة عشان الطبق صغير ومسطح. بتاع 4 معالق او 5 معالق دقيق. وهنحط مكعب ماجي برضو بيعزز الطعم قوي. وهنحط جبنة شيدر مبشورة، معلقتين. وهنقلب كله على البارد ونحطه على البوتاجاز. طبعا كله هيتقلب على البارد قوي الاول قبل ما اللبن يسخن. هنقلب كويس جدا وبعدين نحط التوابل. لا كده حطينا الزبدة، حطينا الزبدة وبعدين التوابل، ملح وفلفل، بس ما يبقاش كتير قوي علشان احنا العصاج فيه لحم فيه ملح، والدي كان فيه برضو توابل، فحطينا ملح وفلفل حبة صغيرة. وهنجيب الطاجن الصغنون بتاعنا ده، لان الكوسة لما بتتقلي بتبقى كميتها اصغر. هنحط طبعا في الطاجن البشاميل، وبعدين هنحط الكوسة، هنرصصها. طبعا انتي لو عندك العدد اكبر طبعا بتضعفي الكمية، بس انا علشان كنت انا وبنتي بس، فاقترحت عليها اللي احنا نعمل الكوسة بالبشاميل. بس والله الطاجن خلص في ساعتها من كتر جماله. هنحط طبعا العصاج في النص، وبعدين هنرص بقية الكوسة. انا لقيت الكوسة قربت تخلص كده، هو رحت ايه موسعة الكوسة من جنب بعض علشان نحط بقى البشاميل، بقية البشاميل. طبعا بقية البشاميل التاني دوت بنتي عملت بيه طاجن مكرونة. هنحطه بقى في الفرن بعد كده. بحط على وشه معلقة سمنة علشان يحمر، ونحط حبة جبنة شيدر مبشورة.
الكوسة دي بقى تاكليها بالمعلقة، تاكليها بعيش، في منتهى الجمال. نحط الجبنة، دي جبنة شيدر. هي ما بتاخدش وقت في الفرن، لان اغلبية المكونات كلها مستوية. حطيناها في الفرن، هي قعدت بتاع نص ساعة كده عشان الوش بتاعها يحمر. وان شاء الله الطريقة تعجبكم، ولو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وشكرا لذوقكم. احنا بنحب البشاميل يكون سايح كده، يعني اول لما نطلعها من الفرن نروح مقطعينها على طول. لو بردت شوية هتبقى الخرطة بخرطتها، فاحنا ما بنحبش الخرطة بخرطتها ديت. انتوا طبعا لو عايزينها كده بتخلوها تبرد شوية قبل ما تقطعوها. هي حلاوتها وهي سخنة وسايحة كده مع بعض. باي باي.